أنا لسه في الرحلة النهرية في براتسلافا في الدانوب، وراجع كده الناحية العكسية. المركب لف بينا عملت فيديو قبل كده في القلعة بتاعت براتسلافا، من أهم معالم براتسلافا. سانت مارتن دوم طبعا في تنسيق ماريا تريز دايما لازم يقولوها كده هنا، هي لها شعور واسع جدا يعني. المركب هي عشان محدش شاف الفيديو اللي فيه المركب. طبعا شوف في الفيديو كده الشمس مش عليها، هتطلع الصورة ضلمة شوية أو كتير يعني. خلينا كده للأسف في بتاع بيبنى أو بيعملوا حاجة معاكسة شوية أو عاملة قدام العنوان. لما نلف شوية نروح ناحية المرفأ أو المينا دي هنبعد عن اتجاهها يعني كده مغطية شوية قلعة. باين المرتب ده كده يبقى في السنتر بلاس او اللي هو السنتروم في المدينه القديمه، فيها حاجات كتيره. هم قالوا هنعدي تحت 5 كباري، احنا عدينا تحت كوبريين، معرفش هنرجع في الاتجاه ده 3 تانيين ولا هم هيحسبوا الاثنين اللي جوه دول 5 كباري، فكده ممكن يكون في هيبقى حاجات تانية. عندي كده من الناحية التانية الكونفو تاور زي ما قلت الفيديو اللي فات. بقيت اروح الناحية التانية ارجع تاني عشان كده كنت فوق راس الناس اللي قاعدين الناحية التانية. ركبنا المركب من الحتة اللي هناك دي تقريبا، المركب اللي واقفة دي شكلنا مش رايحين عليها على طول، متهيألي شكلنا هنمشي من الناحية التانية الاتجاه العكسي تحت. احنا كده بقالنا في الرحلة حوالي أقل من 20 دقيقة، لسه قدامنا وقت مش هنخلص يعني. هنا قطع المية الناس بيحيوا الركاب بتوعه. في عيلة شايف راجل وطفل وبنت ورا. طب كويس كده هنشوف حاجات تانية ما شفتهاش غير اللي شفناها في الجزء ده. عرضان متهيألي المسرح القومي الناشونال ثياتر ده، متهيألي كده اللي باين الأوضة اللي هناك دي. أنا مش متأكد من ايه بس شكله حلو قوي. براتسلافا على فكرة فيها أماكن كتيرة حلوة وتستاهل إنها تتشاف. لا مش فاكر حتى ده المسرح القومي ولا لأ. كده بحاول أشوف إيه ده بالظبط. ده ممكن شكل المسرح القومي اللي هو الناحية دي هنا كده، وعمل تاني فاضي هناك. اهو براتسلافا عندنا ده.
ده الميوزك هول. ده الميوزك هول، المكان اللي كان فيه الحفلات الموسيقية وكده. أنا فاكر شوف زمان. وده برضه في أماكن تانية أنا بحاول أشوف إيه هي في نفس الوقت. في ناس كتير بيقولوا براتسلافا مش حلوة. ده الجامعة، ده جامعة براتسلافا بالمناسبة من الشيك ده. في ناس كتير بيقارنوا براتسلافا بحاجة تانية، ويقولوا براتسلافا مش حلوة مقارنة بالنمسا والمجر، وطبعا مقارنة ببراغ برضه أو بالتشيك ريبابليك يعني. يعني ما فيهاش نفس كمية حاجات، بس يعني الحاجات الأثرية اللي غير الأثرية. بس هي النقطة إن الناس اللي بيجوا بالذات العرب اللي بيجوا براتسلافا ما بيشوفوهاش، ما بيشوفوش غير أماكن معينة، وبالذات الأماكن اللي ببلاش. مش هتلاقي ان عمري ما شفت في مره اللي براج اوبر بوث ده واي حاجه تانيه فيها الناس اللي بفلوس، والاسعار فيها ما بتبقاش رخيصه قوي. الناس ما بتجيهاش، فبالتالي ما عندهمش الخلفيه دي يعني او الفكره دي ان في اماكن تتشاف. يعني الرائحه اللي انا فيها دي فيها الناس من كل الجنسيات بالاضافه اهالي براتسلافا، ما فيش ولا حد عربي، والبلد كلها ما فيهاش حد عربي يعني. لكن هي مدينه من اهدى المدن اللي ترتاح فيها نفسيا. يعني الناس هاديين قوي، طباع الناس هاديه يعني. فانا بالنسبه لي انها بلد مريحه قوي، بستريح فيها عن اي بلد في اوروبا. انا اول مره اجي براتسلافا. المبنى اللي قدامنا ده يقال ان هو اطول مبنى في اوروبا. المفروض ان الشارد تاني قد في انجلترا، اللي في لندن تاني قد هو مبنى، اعتقد ده المفروض يبقى اطول منه. يعني براتسلافا من البلاد اللي انا برتاح فيها يعني نفسيا جدا، هاديه جدا، والناس فيها هاديين ودودين. الدوشه بس انتوا سامعين هديه عشان صوت في اطفال كتير، والناس بتقعد تتكلم فضلات على صوت بعض. المبنى ده لسه خلصان في اغسطس 2023 بالمناسبه، وده اطول مبنى في اوروبا. فيها تبقى من اول الناس اللي تشوفها. فيها حاجات حديثه وفيها حاجات قديمه. انا زي ما بقول هي الحاجات القديمه فيها مقارنه بالبلاد اللي انا رحتها. زي ما الناس كتير عارفه انا سافرت 43 بلد يعني الحمد لله، مقارنه بيهم هي ما تعتبرش فيها حاجات قديمه. لكن ده عباره عن شقق سكنيه بالمناسبه. المبنى ده شقق سكنيه مش مبنى اداري او مكان. فانا حقيقه انصح ناس كتير ان هم يجوا براتسلافا. ارخص طبعا من بقيه اوروبا بكتير، الحياه فيها ارخص. طبعا ما بقولش يجوا يشتغلوا، يعني ما اعرفش الشغل متاح ولا لا هنا. اللي عندهم اقامه، اللي عندهم في يعني اقامات في الاي يو يعني وكده، ما اعتقدش انها هتبقى زي بقيه دول اوروبا اللي هي الغربيه او الغنيه. لكن يعني انا شايف انها بلد حلوه جدا. اوريك كده المنظر بتاع الخضره الناحيه الثانيه اهو، حتى النهر الخضره اللي فيه الكوبري هناك اللي تحته. انا كده هختم الجزء ده، ولو في جزء تاني هصور ان شاء الله.